وحلو انك تعرف حدودك يعني يا الواحد. وين حدودك؟ حدودي في الشعر النبض، اقول حق الشعار اللي في العالم كلهم مم. قدام. تعالوا، انا استمتع في المنافسه. شوف لما تلعب بلاي ستيشن، سوري يعني على المثال، بس لما تلعب بلاي ستيشن تلعب تفوز على كل المنافسين، اخر شيء تلعب مع البلاي ستيشن نفسه. زي كذا الحين. وهذا شيء محزن على فكره والله. ليش؟ والله محزن، ما عاد فيه تحس فيه منافسه، ما في باور. يعني ما في شاعر يعني تحس انه جالس يعني يقتحم عليه ياخذ منك شيء. لا، يعني شاعر كله مكررين، ما حد جالس يبتكر ابد، هذا شيء مؤسف يعني. طيب ما تشعر سعد بامانه الكلام اللي قاعد تقوله في نوع من التعمق ذروة والغرور؟ التعامل بعد ذروة تدري انا ليش؟ مذربها شوي. لا، لان انت شاعر يعني لازم يكون عندك اول شيء جرأة، الشيء الثاني لازم تكون في انصاف. انا جالس انصف نفسي لما اقول كذا، والله لو ادري اني انا مزاحم احد ولا اني انا الثاني ما ازاحم الناس. والله لو احس 1% اني انا رقم 2 صدقني ما راح ادش السباق. بس انا عارف، وشيء حلو لما تكون انت عارف انت رقم واحد جدا شعريا. صدقني انا رقم واحد، بالعكس انا احس اني في كوكب الارض انا افضل شاعر. بس صعب تقول لاحد انك انت افضل شاعر افضل شاعر. ما انت قلت الحين قدام الناس الحين كلها. لانك انت سالتني. طيب ولما يسالني احد بقول انا حامد زيد ايش تعتبر الثاني؟ شاعر جميل جدا، ترتيبه معك جدا. كيف له مسابقات هو له دنيا، بس انا افضل شاعر في العالم، هذه قناعه. في شعراء كثير ترى. طيب ما راح يؤمنون افضل شاعر بالعالم قاعد تطلع بامسيات مع شعراء اقل منك. بالعكس هذا هنا قمه الجمال، هنا التواضع، قمه الجمال، مو بتواضع، قمه الجمال. لان انا دخلت كان سليمان مانع شيء هائل، وقبل انه يشارك معي انا كنت صغير ما حد يعرفني، وصرنا شيء حلو يعني. حلو. يعني لو ما شارك معي سليمان ما نجحت انا. فانا جالس اشارك مع الشعراء الشباب. الحين تفوقت على سليمان؟ شعريا ايه؟ جدا تفوقت عليه، جدا جدا بعد بمراحل، مع احترامي له تجربته وتجربه جميله. بس انا اتكلم شعريا. لو ننصف شعريا بدون خلي الناس تشيل الرتوش يا اخي. شيلني انا اعلامي، تعال شعر، انا ابي واحد حطوا لجنه يا اخي، انا اجيب قصايدي حطها. طيب انت من اللي قيم لك هالموضوع؟ انا. انت بنظرك؟ لاني انا منصف، انا اقيم الناس قبل، انا اقول ان فلان ذا شاعر فلان حتى لو ما انا احبه. سوري، فهد آفت قال اني انا ايش قال انا واهم. ايش قال سعد علوش؟ واهم، مع اني ما قريت له. شوف شلون فهم اني واهم. انا ما اروح اقول فهد مو بشاعر، فهد شاعر عملاق فيلسوف، بس اوكي ما احبه انا، بس شاعر عملاق غصبا عني، فهمتني؟ فخلي حلو يكون في انصاف. انا شاعر احس اني انا افضل شاعر، انا افضل شاعر. والله حق بالنهايه لك يعني، وانت ولك جمهورك، ما حد يسلبه مني وما يعني. حد يسلبه منك، ولك حق يعني تسرح بما شئت يعني. كيفي. وبالنهايه جمهوره يحكم يعني. هذا الحلو في الموضوع يعني. باختصار سم. من سعد علوش؟ سعد علوش انسان بسيط جدا، بس انه شاعر. الشاعر الاول ما قلتها. لا الشاعر الاول لما اتكلم معاك في خضم مناقشه. وانا ابي سعد علوش، بس انا قاعد احاور الشاعر، خلي الانسان. لا خلينا نكون هاديين. لما انا اتكلم معك كشخص، انا سعد علوش اللي عندي اصدقاء ما تتخيلهم انهم عندي. الله يزيدك. من جميع الشرايح في العالم، يعني عندي هنود اصدقاء. بس لما تجيني شعريا فعلا انا افضل شاعر بكل بساطه يعني. هذا الواقع يعني. وليت انا اتمنى اني الثاني على اساس اجلس انافس، بس ما في يعني. ما في. ها سوري ما في، بطلنا. الله يعينك على الوحده هذه، اكيد متعبه، وحده متعبه هذه جدا يا اخي. سعد علوش حبيبي امانه يعني، تعتقد في اللقاء باختصار امانه جبت العيد ولا ما جبت الحين؟ اي لقاء هذا؟ اي بالعكس، في شغلات. اوكي الناس بتسولف مدري ايش، متعود انا ما عندي خلاف، صدقني جدا ببساطه.